والدكتور عفت قال في الاجتماع، ويا رب يطلع غلط كلام الكابتن عزمي، يا رب يطلع غلط. هاخد تليفوناتكم، بس انا وعدتكم وانا عندي مشكله في حياتي، ما بحبش اوعد واخلف، فلما بخلف بيبقى على عين اللي خلفوني يعني، يبقى امور خارجه عن الاراده يعني. فتحت انا موضوع محلات نادي الزمالك، وقلت لحضراتكم انه الزمالك عنده كنز، عنده 138 محل، وقلت لكم هجيب لكم البيان بالكامل عشان تبقى القصه واضحه، واذا كان اصحاب المحلات لهم حق ياخدوه، الزمالك ليه حق ياخده. انا جبت البيان بتاع المحلات اللي عقودها انتهت، ما تتخضوش، 1 2 3، وفي ناس تتخضوا ان عقودها انتهت من 2002 ومن 2004. عدد المحلات 48 محل بالتمام والكمال. المفاجأة اللي خلتني ألف حوالين نفسي إن 3 منهم رافعين قضايا على النادي، 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين في الزمالك واخدين محلات في سور النادي. أنا النهاردة مش هقول أسمائهم، لكن 3، واحد كان عضو تحت السن، وواحد كان عضو بالتعيين، واحد كان عضو بالانتخاب. ال3 واخدين محلات في سور نادي الزمالك، وال3 رافعين قضيه على نادي الزمالك مع انها كانت حق انتفاع. ال 48 محل، في مثلا محل انتهى عقده من 2004، محلات كتيره جدا، ومحلات اكل، محلات ملابس، ومحلات احذيه. واحد عقده مثلا في 26/6/2004 وتوقف تحصيل الأجرة وما زال يشغل العين ومرفوع عليه دعوة متداولة. واحد في 15/4/2004 توقف تحصيل أجرة وما زال يشغل العين ومرفوع عليه دعوة متداولة. واحد في 24/3/2004. واحد في 11/6/2004. واحد في 2009. واحد في 20/5/2004. محلات عربيات، مطاعم، مصر الطيران، الشركة السعودية، شركة طيران السعودية، توماس كوك للسياحة، معارض سيارات، مش عارف مطعم ايه، مكتبة ايه، شركة سياحة ايه، كانت في حوزة النادي تنفيذ لحكم المحكمة، وبعدين تاني رفع قضية، وبعدين خدها، وبعدين الكارثة 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 انه في قضايا النادي خسرها لانه ما راحوش المحكمة. يعني ايه؟ بتيجي الجلسة، فالسيد القاضي او السيد المستشار بينادي القضية رقم كذا لسنة كذا مرفوعة كذا مش عارف ايه، محامي كذا موجود يا فندم، اللي هو المحل، محامي الطرف الثاني الزمالك مش موجود، تؤجل لحين حضور، تؤجل، مش عارف ايه المحامي كذا موجود يا فندم، تاني مش موجود، تؤجل كذا، اخر مرة لحين الحضور. فاخر مرة ما يجيش يقول لك خلاص مفيش قضية، يلا امشي خلاص اتحكم له. الكارثة ان هناك 27 محامي في اللجنة القانونية داخل نادي الزمالك، تم تعيين 17 منهم بمعرفة رئيس نادي سابق للزمالك. طب ما رحتوش ليه؟ ورئيس نادي كان عضوا وكان نائبا واصبح رئيسا، وهم كلهم كده في نادي الزمالك. هو احنا اللي هندور على حقوق نادي الزمالك؟ والزمالك عمال يدور على 4 مليون و3 مليون و2 مليون، دول 48 محل. الكارثه انه في محل خلص التعاقد بتاعه وراح بايع ب 10 مليون جنيه والقضيه موجوده. الله، تخيلوا بقى الزمالك لو باع 3 محلات بس يبقى ب 30 مليون جنيه. فادي القايمه معايا بالكامل 48 محل. انا النهارده مش هقول اسماء، 3 من اعضاء مجلس اداره الزمالك السابقين، وواحد من ابناء لاعبي نادي الزمالك السابقين، ومحلات كلها تقيله. يعني حتى لو في خلاف كانوا يصلوا الى حل، لانه اللي بياخد خرم ابره في المنطقه دي ده شارع جامعه الدول بسور نادي الزمالك، اغلى حته في مصر. يعني شارع 26 يوليو،
شارع جامعه الدول والخلفيه اغلى حته في مصر، دي بتتباع بالسنتي مش بالمتر، والزمالك ما عندوش جنيه. بقت القصه دلوقتي كله عايز يبرأ نفسه. لا 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 يا عم، ما تقوليش لا ولا تقول لي اين حقوق نادي الزمالك؟ انا قلت لكم هفضل ادعبس لحد ما تجيلي الكشوف والبيانات. جات لي الكشوف والبيانات، ممكن اتاخر شويه لكن لحد ما اقول حقيقه واضحه للجميع. اصحاب المحلات يا جماعه حتى لو في كده يتم عمل اتفاق ودي مع النادي، ادوا للنادي 20 30 الف جنيه في الشهر. ده الاستاذ محمود معروف كنت بتكلم معاه من يومين وبعاتبه، فبقول له اخبار ابنك ايه محمد؟ قال لي ابنه دكتور، معاه دكتوراه، صيدلي كبير، والولد كان بامتياز واخد ماجستير وجامعه امريكيه ودبلومه وكده. قال لي والله يا كابتن كان واخد صيدليه مش عارف فين ب 10000 جنيه في الشهر. قال لي الدنيا وقفت، ما قدرش يدفع ايجار ال 10000 جنيه فقاعد جنبي لانها ما بتجيبش. صيدليه قد كده قد كده، فبالك محلات قد كده بوابه نادي الزمالك في سور جامعه الدول العربيه، يعني في شارع جامعه الدول العربيه، عفوا سور نادي الزمالك في شارع جامعه الدول العربيه 48 محل. ده دول دفعه اولى، ده لسه هجيب لكم الباقي. انا مش غيور على نادي الزمالك زي ابناء نادي الزمالك، بس انا راجل اعلامي وراجل محب للرياضه وراجل انا اهلاوي واقطر اهلاويه، لكني اعشق نادي الزمالك لانه قيمه، لانه كيان. اللي فيكم ما يعرفش نادي الزمالك يبحث في التاريخ، اللي فيكم ما يعرفش قيمه نادي الزمالك يبحث في التاريخ. الاهلاويه شاطرين، بيعرفوا يكبروا ناديهم قوي، يعرفوا يغلوه قوي قوي في كل حاجه بصراحه، عشان كده الواحد رقبته بتبقى في السماء. لكن هنا بيعرفوا يهدروا حقوقهم بشكل يخض، بشكل يخض. ولا مجلس اداره دافع، كل واحد ياخد لك شعارات وبتاعات وحواديت وكلها كلام في البتاع، يعني كلام في الكلام. البيان ده موجود عند مجلس اداره نادي الزمالك، ويرأس نادي الزمالك رجل مستشار، المستشار جلال ابراهيم. والمحلات لازم تعرف انها ترزق او مورد رزقها من هذا المكان. وانا لا اتصور انه محل قاعد بقاله 7 سنين وما بيدفعش ايجار في مكان قيمته الايجاريه كل يوم بتزيد، مش كل اسبوع ولا كل شهر، كل يوم بتزيد. فمن حق اعضاء نادي الزمالك اتحركوا بقى، اتحركوا. ومجلس الاداره اللي موجود اللي بياخدوا 2000 جنيه تذكره هديه، 2000 تذكره هديه، و400 تذكره هديه، و400 تذكره هديه، و2000 تذكره هديه من مباراه كانت ممكن تجيب نادي الزمالك مبلغ قد كده. ما تشوفوا بقى صالح نادي الزمالك، بدل ما تقول انا مستني 5 مليون جنيه من الوكاله ولا وانا اثق تمام الثقه فالسيد المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك، والدكتور اسامه المليجي ده استاذ قانون. وفرصه ان انتوا الاثنين موجودين في المجلس عشان تبداوا تبحثوا عن حقوق الزمالك. عارفين لو خدوا من البتوكات دي 5 من المحلات دي 5 محلات، ال5 محلات دول كده بسم الله الرحمن الرحيم بالصلاه على النبي كده فتح المزاد بتتكلم في 50 مليون جنيه. ده بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الموسم بالنسبه له خلاص ما عندوش مشاكل لا في تمويل لعيبه ولا في صفقات لعيبه ولا عمل جناين في النادي ولا عمل حدائق في النادي ولا عمل مطاعم في النادي ولا اي حاجه، لا من قريب ولا من بعيد. انا المره دي بلمس، المره الجايه برجال القانون، المره الجايه باعضاء نادي الزمالك، المره دي بلمس بس. هسيبهم يعيدوا براحتهم، وبعد العيد ما وراناش مشكله اذا ربنا عز وجل ادانا العمر. اذا ربنا سبحانه وتعالى كده كان كاتب لنا العمر ونكمل مع بعض ان شاء الله عز وجل، فهنكمل في هذه الموضوعات. اصحاب المحلات لو كان لهم حقوق يقولوا لينا 1 2 3 4، نقول لهم تعظيم سلام، خلاص القصه محسومه. الزمالك لو له حقوق ياخدها، حقي وحقك يا اخي. ربنا عز وجل اسمه العدل، اسمه الحق. ارجو ان ده يحصل. هروح لفاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيفي الاستاذ عصام سالم وحديث في